الله جل وعلا قد يرسل لك من الأشياء التي تراها أنها من النعم ولكنها فتنة، اختبار. يعطيك مالا، اختبار. يعطيك صحة، اختبار. قد تقترب منك أشياء من المعاصي، اختبار. فخلي بالك، تبقى أنت عارف أن دي إيه؟ مرسلة للفتنة. يعني أنت بتبقى قاعد أحيانا، بعض الشباب قاعد على الفيس يلاقي رسالة على الماسنجر بتاعه الخاص، ممكن نتعرف. لو هو واعي يقول لي دي لا، دي اختبار وفتنة. والفتن هذه إن فتحت الباب ولجته، يعني ما تعملش شاطر، يعني لأن أنت عارف إحنا بنؤتى من إن أنت بتحسن الظن في نفسك، تقول أنا لا يمكن ليه؟ فتن. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم، وذكرناها قبل ذلك، أن الله سبحانه وتعالى اختبرهم أيضا بهذا. قال لا تقتلوا الصيد وأنتم إيه؟ وأنتم حرم. وأنتم حرم يعني إما محرمين أو وأنتم في الحرم، لا تقتلوا الصيد. فتخيل بقى الصحابي اللي كان بيجري ورا الغزالة، وهو قاعد كده يلاقي الغزالة معدية من قدامه. الطير اللي لابد أن يضرب بسهم، يفاجأ أن الطير ده نازل بياكل حاجة جنبه كده، لو مد إيده هيمسكه. حتى أن في بعض الروايات أنها في الخيام عندهم كانت الأرانب البرية دي تدخل تلعب على رجليهم كده وتجري وبتاع. إيه اللي جابك؟ فتنة، صح ولا لا؟ وربنا قال كده: لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، وانت في مكانك. يعني لا هتجري ولا تروح ولا تضرب ولا أي حاجة، ده انت هتمد ايدك كده تجيبها، والرمح وانت قاعد كده تقوم عامل الرمح كده تجيبها. انت عايز ايه تاني؟ بس ابتلاء. لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. يبقى الاختبار عشان كده، انت خايف ربنا ولا لا؟ ولذلك هتلاقيها كتير، تبقى ما شاء الله يعني الحمد لله وانا النهارده، وتفاجأ وانت ماشي في الشارع. خلي بالك، دي مبعوثة فتنة، دي جت دلوقتي ليه؟ اختبار لك. فدي كلها فتن، فاحذر. ولذلك سيدنا سليمان عليه السلام ما هو تنبه لدي، قال ايه؟ ذلك من فضل الله ليبلوني، ده اختبار، أشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم سبحانه وتعالى. فإذا هي فتن، فراعي هذه المسألة أنك ستبتلى في كل مرة. ليه؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. فقال إنا مرسل الناقة فتنة لهم.